ابنك أو بنتك بيعضوا ضوافرهم طول الوقت؟ ممكن تفتكرها عادة مزعجة وخلاص، بس الحقيقة أعمق من كده. قضم الأظافر عادة بتبدأ من سن 3 أو 4 سنين، وممكن تستمر لحد المراهقة، لكنها مش دايما عادة عشوائية. في الغالب بتكون رد فعل للقلق أو التوتر، أو بتكون وسيلة لتفريغ المشاعر، أو محاولة للسيطرة على حاجة عند الطفل مش قادر يعبر عنها بالكلام. ممكن تلاحظ إن ابنك بيعض ضوافره في مواقف معينة، يعني مثلا قبل النوم، أو هو بيتفرج على التلفزيون، أو لما يكون خايف أو متوتر. الغلطة اللي بيقع فيها كتير من الأهل إنهم يزعقوا للطفل ويوبخوه أو يحرجوه قدام الناس، وده بيزود التوتر، وبالتالي السلوك بيزيد مش بيقل. طب نعمل إيه؟ راقب إمتى وإزاي الطفل بيبدأ يعض ضوافره. وفر له بدائل حسية زي كورة مطاطية أو لعبة في إيده. اعمل له روتين استرخاء قبل النوم، وأهم حاجة خليه يتكلم. اسأله في حاجة مضايقاك، ولو لقيت ان السلوك مستمر ومؤلم لإيده او بيأثر على ثقته بنفسه، الافضل تتواصل مع اخصائي نفسي، لاننا لازم نعرف ان السلوك ما هو الا رسالة من الطفل، واحنا دورنا نفهمها، مش نخبيها ونحبسها وما نعرفش ايه المقصود منها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع باقي السلسلة. افهم طفلك خطوة بخطوة.